مساء الخير يا جماعة. لايف سريع حاول ما اطولش فيه. هتكلم فيه مينلي التوبيك يعني بتاع اللايف عن الإعلام المصري أو الإعلام الرياضي في تناول الأحداث اللي موجودة دلوقتي، وأهمها طبعا حاجتين: منتخب بطولة أفريقيا المنتخبات تحت 20 سنة، وأزمة النادي الأهلي والهلال. آه، دلوقتي انت امبارح بدأت بطولة أفريقيا للشباب تحت 20 سنة. بغض النظر عن التنظيم وعن أي حاجة، وبغض النظر عن انتمائك، تعالى نتكلم بقى كفعلا إيه ككرة مصرية. آه، انت الشباب دي انت لا حد دعمهم، لا حد كان بيتكلم عنهم قبل البطولة، لا حد كان بيعرف الناس على اللعيبة فيديهم دفعة معنوية ان اهو الاعلام بيتكلم عنكم، الاعلام بيشجعكم، صوركم بتنزل في البرامج، الناس بتتكلم عنكم. ده في السن ده شيء مطلوب للعيبة دي لعيبة ما عندهاش خبرات، ولعيبة اصلا انت عارف هنا في المنتخبات كمان الصغيرة هي بتبقى حاسة ان هي مش معروفة ومحدش مهتم بيها. انت لا حد عمل لهم كفرج قبل البطولة. يعني هتلاقي بره بيعملوا ايه؟ بتلاقي البرامج كل يوم مثلا يتكلم عن لعيب معين من المنتخبات الصغيره لما بيبقى فيه بطوله جايه زي البطوله دي. والمنتخب الانجليزي هبقى ابعت لكم لينك الفيديو، يعني هو كان عامل كده قبل البطوله بتاعت اوروبا اللي فاتت برضو تحت 20 سنه، كان عامل كده. كان كل يوم بتلاقي القنوات تتكلم مثلا عن خط الدفاع، يتكلموا عن اللعيبه بتاعت الدفاع، ارقامهم، عندهم كام سنه، مواليد انهي منطقه. يجي بعد كده الحلقه اللي بعدها لعيبه خط الوسط، الحلقه اللي بعدها لعيبه الهجوم. فبتخلي الناس ان هي تبدا تتعرف على اللعيبه، واللعيبه تبدا تحس ان في جمهور وراها، لا ان انا دلوقتي معروف، ان انا في ناس هتدعمني، في ناس هتتفرج عليا. فده بيخلي اللعيبه تخش في اجواء ان هي في بطوله كبيره وتتحمل المسؤوليه. ليه ده مهم؟ وليه ده ممكن حد يجي يقول لك ايه، ما انت بتعمل عليهم ضغط؟ لا، ليه؟ لان انا ما بتكلمش ان انا روحوا هاتوا البطوله وضغط من النوع ده، لا، انت بتعرف الناس عليهم. ليه ده مش هيعمل ضغط؟ لان هو ساعتها انت بتدخله في حته ان هو يحس بالمسؤوليه ويفهم يعني ايه بيمثل منتخب بلده. ايه بقى فايده الهري اللي انا بقوله؟ ان هو في الاخر ما يحصلش زي ما بيحصل في كل جيل، انه لما يروح المنتخب الاول يبقى عنده 25 و26 سنه ولسه بنسمع اصل لسه ما خدش الخبرات الدوليه، لا تيشيرت المنتخب الاول كبير عليه، لا اصل في جمهور كان عامل ليزر بعينه، لا اصل كان في جمهور بيزعق، لا اصل كان في جمهور بيشتمه. انت بتخليه يتعود من دلوقتي ان خلاص ان عليه ضغط جماهيري، وان في ناس بتتابعه وناس بتتفرج عليه. انت ما عملتش ده. طب هل مثلا عملت تذاكر مثلا مخفضه عشان الناس تروح تتفرج؟ هل مثلا اتحاد الكوره او وزاره الشباب والرياضه او حتى برضو الاعلام عملوا حملات ان الناس روحوا اتفرجوا وروحوا شجعوهم وده هيبقى مستقبل منتخب مصر عايزين ندعمهم من دلوقتي؟ كل الكلام ده ما حصلش. وده الكلام بقى المهم. يعني لو عايز تتكلم كلام كوره، زي ما كان بقى المحنكين اللي بينزلوا لنا بوستات ساعه كاس العالم، عارفين ليه مصر ما بتتطورش؟ عشان ما عندهمش الاهلي اللي مش بيلعب في الاسماعيليه، عشان ما عندهمش الاهلي اللي ما اعرفش بينقي ماتشات ايه، فعشان كده السعوديه والمغرب بيوصلوا مصر. لا، لو عايز بقى تبطل الهيافه دي ونتكلم فعلا ككوره، دي من الحاجات المهمه. ليه انت ما بتعملهاش؟ عشان انت ده مش هدفك، انت مش هدفك تطوير الكوره. الناس دي هدفها السبوبه. هو بالنسبه له ده مش هتجيب مشاهدات. طب ما تروح لواحد زي هاني حتحوت ولا ابراهيم فايق ولا لسيف زاهر ولا وتقول له الاربع حلقات الجايين هتكرسهم ان انت تتكلم بتفاصيل عن لعيبه منتخب تحت 20، يقول لك يا عم احنا في خناقه كهربا مع شادي حسين عايزين نطلع نتكلم فيها، في الشناوي عايزين نطلع نقول ان كولر طلع لمجلس الاداره وقال لهم مش عايزه ومش عايز الاثنين اللي تحتيه هاتوا لي حارس من بره. ده الكلام السخن. فده يخليك توصل لحاجه، سواء انت كمشجع اهلاوي او زملكاوي، بعيدا بقى عن الانتماء، ان انت ما تمشيش ورا الناس دي. المفروض الناحيتين ما تمشيش ورا الناس دي. لا انت تفرح لو ده بيطبل لك، ولا انت تفرح لو ده بيهاجمك، عشان انت عارف ان كلهم هو لا همه ده ولا همه ده. اللي هيبقى بيتكلم حلو على نادي هيبقى عشان حاجتين: لا اما النادي ده بيكسب فهو مضطر يتكلم عليه حلو، لا اما النادي ده في حد مخوفه فمضطر يتكلم عليه حلو. واللي بينتقد نادي هيبقى لا اما عشان منفسن من النادي ده او هو كاره حد فيه فعايز يوقع النادي. فهي دي الناس اللي انت بقى بتمشي وراها. وزي ما بقول لك، بغض النظر انت مشجع زملكاوي او اهلاوي، دي الناس اللي انت بتفرح من تطبيلهم او بتسعى من انتقادهم. تيجي بقى في حدث زي ده، حاجه فيه فعلا مصلحه الكوره، الناس دي مش موجوده.
حاجه مثلا زي ازمه القيد، انت ممكن تيجي تبص عليها ان ده شأن زملكاوي وهم خايفين من الزمالك، حلو، بس انت في جزء تاني برضه، انك لازم تتكلم على ان في اجراءات وفي لوائح بغض النظر مين الصح ومين الغلط، حتى لو اتحاد الكوره اللي طلع غلطان اطلع اتكلم فيها ناقشها. لو هتتكلم كمصلحه الكوره اطلع قول يا جماعه في اتحاد كوره مضطهد نادي معين باللوائح وبالقوانين. لكن انت تيجي تطلع تتكلم في الهيافات دي بس. طيب نيجي لازمه الهلال برضو، التناول الاعلامي. انت دلوقتي هل اي حد شايف ان اللي حصل ده شأن داخلي ما بين الاهلي وما بين نادي تاني؟ هل انت في المواقف اللي زي دي مش شايف ان الاهلي بيمثل الكره المصريه، فاللي حصل ده غير لائق انت محتاج تطلع تتكلم فيه؟ طب دلوقتي نادي الهلال من يوم 15/12 وصل له الجواب بتاع معايير الامن، وان الملعب بتاعه مش ماشي مع طبقا للمعايير واللوائح والحاجات اللي بقاله سنتين بيتبعت له تحذيرات، حتى مش مؤخرا بس بقالهم سنتين الكاف بيحذروا فيها وبالتالي بيحصل عقوبات. هل مثلا حد في الاعلام المصري جاب حد من الاتحاد الافريقي يبين النقطه دي؟ وانت قاعد سامعهم عمالين يقولوا فتى الكاف المدلل، والكاف مش عايزنا نلعب بجمهور قدام الاهلي عشان الاهلي ما يخافش وعشان الاهلي يلعب براحته. في اي اعلامي طلع قال حتى المعلومه دي؟ طب في اي اعلامي جاب حد من المسؤولين بتاع الكاف؟ انت عمال تجيب لي المسؤولين بتوع الهلال، انت بتتصل بالمسؤولين بتوع الهلال ليه؟ عشان يطلع يهلفظ بالكلام الصبياني اللي هم بيقولوه بهدي الفوز لنادي رئيس نادي الزمالك، والكلام اللي هو يعني لو طفل لسه عامل صفحه سوشيال ميديا مش هيقوله. انت طالع بتجيب الناس دي، ما بتجيبش حد من ممثلين الاتحاد الافريقي ليه؟ ودي مش اول مره تحصل. افتكروا الماتشات اللي فاتت، لمسه اليد بتاعت الرجاء، شوفوا بقى كل الحاجات دي كان ساعتها الاعلاميين بيعملوا ايه؟ يطلع يجيب لك مثلا صحفي جزائري يكلمك عن قد ايه مثلا جمهور نادي الرجاء مستاء والشعب الجزائري مستاء من اللي حصل في ماتش الاهلي. لو جبت جون من اوف سايد في الوداد يقوموا كلهم جايبين لك مسؤول مغربي من نادي او صحفي مغربي يكلمك عن قد ايه احنا متضايقين وبتاع. فانا عمري في حياتي ما شفت في الدنيا كده. عمري في حياتي ما شفت ان يعني اعلام بلد هو بيجيب الناس اللي من النادي الخصم يديهم مساحه اعلاميه يطلعوا يتكلموا. يعني هل مثلا انت مثلا في السودان في قناه سودانيه هتكلم مسؤول من الاهلي؟ في قناه سودانيه مثلا هتتصل مثلا بسيد عبد الحفيظ تقول له مثلا وضح لنا ايه اللي حصل عشان نسمع من ناحيتين؟ لا. لكن انت كل ماتش نلعبه لو في اي لغط حصل انت بتجيب لي صحفيين من البلد التانيه وبتجيب لي مسؤولين من البلد التانيه عشان يطلعوا يتكلموا وحش عن النادي اللي عندك. والفكره في حاجه، انا مش عايزك تطبل لي. يعني زي ما بقول لك، عايز تجيبهم ماشي خلاص، انت عايز تعمل حته ان انا هجيب من ناحيتين مع ان ده مش مطلوب ومش صح، لكن تمام. هات بقى حد من الاتحاد الافريقي يطلع يقول ان عقوبه الجمهور دي مالهاش اي علاقه، احنا باعتين لهم جواب من يوم 15/12 وده كان جواب المهله الاخيره. الهلال السوداني اتبعت له تحذيرين على مدار السنه ونص اللي فاتت ان الملعب بتاعك ده فيه مليون مشكله، وهتبدا ان انت تلعب من غير جماهير، وهنبدا بعد كده يحصل زي المريخ تلعب في ملعب محايد مش في الملعب بتاعك. هل في اي حد شرح القصه دي؟ هل في اي حد جاب على الهوا حد يتكلم عن القصه دي؟ لا. انت في حاله المشاكل زي دي بيبقى شأن داخلي، ما لهمش دعوه. لكن لما الاهلي بيكسب بيبقى ساعتها بنشرف مصر والكره المصريه، ويطلعوا بقى ياخدوا الزيطه والناس بقى تمشي وراهم. لا والله ده ابراهيم فايق جميل اهو طلع قال الاهلي مشرفنا. لا والله ده حتحوت امور طلع قال الاهلي جميل. لا ما اعرفش ده مين ايه. هو في المكسب لازم هيطلع يقول ده. لكن المواقف دي اللي بتبين ان في ظل كل اللي حصل ده هم كلهم لا مالناش دعوه، والله دي مشكله ما بين الاهلي وبين النادي تاني. لا. تعالى بقى كارثه ثانيه اضحكك بقى. في ظل كل ده بيحصل زي ما قلنا، المنتخب تحت 20 سنه اللي ما خدش دعم ولا حد اتكلم عنهم ولا حد عمل انتروداكشن للعيبه ولا حد عمل اي ماركتنج كامبين حتى ان روحوا ادعموا الناس دي، روحوا اتفرجوا عليهم، تذاكر مخفضه، كل الكلام اللي قلناه ده ما حصلش. موضوع الهلال زي ما قلنا برضو مفيش اي اعلام اتكلم ولا اتصل بالكاف ولا حد طلع قال ان ده غير لائق انه يحصل مع النادي الاهلي، مفيش الكلام ده. كانوا بيعملوا ايه بقى؟ امبارح القنوات في بوست نزلتها والله العظيم ده فيديو، دي الحلقه بتاعت ابراهيم فايق امبارح وموجوده على اليوتيوب شانل بتاعت اون تايم سبورتس. كانت فقره كانت مدتها ساعه. هم عاملين فرقتين، والله العظيم يا جماعه ده بجد الشانل فعلا موجوده مش بستظرف، الفيديو موجود. كابتن فتحي سند وطارق السيد فريق اسمه فريق الضحكه البريئه، تمام والله بجد ده اسم الفريق هم كاتبينه على الشاشه. والفريق التاني حسن المستكاوي وسمير محمود عثمان اسمه العين الجريئه. اقسم بالله ده بجد. بيعملوا ايه؟ بيعملوا بقى لعب بقى، يعني بقى يقفوا مثلا يمثلوا حاجه عن لعيب والتاني يحاول يخمن.
يسالوا اسئله بقى حاجات زي مدحت شلبي دي بتاعت مين مخترع ايه وبتاع، فده اللي كانوا بيعملوه امبارح حرفيا. في جزء بقى قلت يعني قلت استحمل واقعد اتفرج، لقيت في فقره، بص بقى دي ده العقلاء، احنا بنتكلم. سيبك من طارق السيد، ولان ما ينفعش يسيبك برضه، ما انت لازم اهلاوي تربط بقى، عشان انت بتيجي تقول ابراهيم فايق امور ومين جميل، هو بيجيب بيلعبوا اتوبيس كومبلي، بيجيب الناس اقول على تويتر وعلى فيسبوك بيتكلموا بطريقه غير لائقه. ما انت لو اعلامي محترم، وهقولها تاني، لو اعلامي محترم لا ما تدخلش واحد زي ده الاستوديو. طارق السيد لسه من اسبوع داخل كاتب بوست ودخل شتم مشجعين الاهلي وردد على الناس بيقول لهم انتوا عشان الناس بتشجع بظهركم وانتوا ناس بيب بيب. لو انت اعلامي محترم ما تقعدش معاه، ما ينفعش تدخله الاستوديو. فسيبك من الحته دي، يعني سيبك ان ابراهيم فايق مدخله ومعاه في الفريق فتحي سند اللي المفروض قامه في الصحافه، وفي حسن المستكاوي وي. فهو سمير محمود عثمان بيمثل لحسن المستكاوي وهو بيلعب لعبه تمثيل، بيمثل له لعيب وهو حاول يخمن مين اللعيب ده. حلو. فهو سمير محمود عثمان بيمثل على ان على حارس بيضيع وقت. فحسن المستكاوي بيخمن بقى، عمال يقول بيتدلع بيتمرقع بيستعبط، بس انا عرفت مين الهاني سليمان. عايز بقى تتكلم جد بعيد عن الافيهات والحق، انت ما ينفعش تقول على لعيب كده. ده العاقل بقى اللي فيهم يا جماعه، ومع احترامي ده حسن المستكاوي بقى، ده اللي قيمه وقامه، وجده وباباه قصدي والده راجل كبير في الاعلام، ما ينفعش تقول على لعيب بيستعبط. لو انا واحد بقى، سيبك ان الهاني سليمان تافه مع احترامي ليه، وانا عادي انا ممكن اقول تافه، حسن المستكاوي ما ينفعش يقول في الاستوديو، لكن لو كان في لعيب تاني يا باشا انت ممكن تهزق نفسك يا استاذ حسن المستكاوي. ممكن اللعيب ده يطلع يعمل فيديو يقول يعني ايه امبارح الاقي في ناس كبيره محترمه قاعدين بيلعبوا لعبه افلام، فواحد بيمثل ان هو المفروض انا، والتاني يقول لي ده بيستعبط بيتمرقع ويقوم قال اسمي. ده العائل اللي في الاعلام يا جماعه. مشكلتنا احنا كجمهور ايه بقى؟ ليه احنا شاركنا في العبث ده؟ عشان احنا كنا بنضحك. زمان كنا بنضحك، ما هو كابتن حسن المستكاوي ما كان بيقعد مع فتحي سند ومدحت شلبي في مودرن سبورت، لما كان مدحت شلبي بيقول النكت الخادشه للحياه والنكت القبيحه، والفيديوهات موجوده على اليوتيوب. للاسف احنا ساعتها كنا بنضحك، وممكن انا كنت لسه عيل ساعتها بقول ايه ده ازاي مدحت شلبي بيقول كده، دي غلطتنا. كنا بنضحك لما كان ابراهيم فايق بيجيب رضا عبد العال، وكان بالنسبه لنا بتبقى كوميديا وافيهات والموضوع لطيف والموضوع ظريف. فللاسف احنا كلنا شاركنا فيه. لما الواحد بيكبر بقى، انا دلوقتي كواحد يعني ساعه مودرن سبورت دي ما اعرفش كان عندي كام سنه، دلوقتي عندي 34، فانا كواحد عندي 34 سنه قاعد بقى اما بشوف بقى الحاجات دي، لا ما ينفعش تقول على لعيب حتى بيستعبط على البرنامج. وللاسف ممكن احنا لغتنا في الشارع برضو ما بقيناش بنعرف نفرق ما بين الشتيمه والعادي، لكن لا بيستعبط دي شتيمه. يعني ما ينفعش تجيب لعيب تقول بيتمرقع بيستعبط ده الهاني سليمان ويضحكوا. انا بقول لك لو انا واحد عندي كرامه ولعيب بقى عندي كرامه، لا انا اعمل المشكله في دي. لا يعني ايه انتوا ايه يعني جايبين لي امبارح بتحفلوا عليا اللي بيستعبط وبيتمرقع، ازاي تتكلم عليا كده؟ هقول لك مثال تاني برضو لو انت فاكر ان انا مأفور ومحبكها. انت عندك في قناه الاهلي اللي مش عجبانا، والناس اللي فيها اللي مش عاجبيننا مع احترامي ليهم كاشخاص، هل مثلا ممكن اسلام الشاطر بعد ماتش سموحه كان يطلع يقول لهاني سليمان ده لعيب بيستعبط؟ ما يقولهاش، ما تتقالش عندك في القناه، اعقلها. هل انت عندك رئيس نادي كابتن محمود الخطيب ممكن مثلا مره هو بيتكلم على فريق خصم يقول احنا خسرنا بسبب اللعيبه كانت بتاعه الخصم كانت بتتمرقع وبتضيع وقت؟ ما يقولش الكلام ده. فليه بقول لك ده؟ عشان يا صديقي ده الاعلاميين اللي انت لو بتزعل ان هم بينتقدوا، دول المحترمين بتوعهم اهو، دول القيمه والقامه. يعني كابتن حسن مسكاوي فتحي سند ده اللي بتلاقي قاعد بقى هاني حتحوت وابراهيم فايق وسيف زاهر يقول لك دول اللي اتعلمنا منهم ودول اللي احتوونا ودول، فطلع بيتريق على اللعيب، طلع بيتريق على اللعيب. فانت هتزعل بقى لو ده بيفبرك، وهتزعل لو ده بيستظرف، خلاص ما ده الكبير بتاعه. يعني حتى ده كبير سنا، يعني هو قاعد كده في قاعده فيها، فاهم؟ يعني عارف انت ما تبقى قاعد في قاعده فيها راجل كبير في السن ومعاه شباب، وتلاقي الراجل الكبير في السن ده عمال يقول نكت قبيحه ويستظرف ويشتم وبتاع، القعده بتبهوأ خلاص بقى، ما العيال الصغيره كمان هتشتم وبتاع، فاهم؟ بس فهي دي الفكره. فهو ده الاعلام. فانت صدقني لو انت زملكاوي ولو بتبقى فرحان ان حد من الناس دي بيطبل لك، ده مش هيضيف لك اي شيء تماما تماما. انا بقول لك اهي بص، دي نوعيه الناس. وانت كاهلاوي لو بتزعل صدقني والله العظيم مش تناكه، بس احنا فعلا انضف من الناس دي بكتير. يعني احنا انضف واحسن من الناس دي بكتير. يعني هرجع اقول لك تاني اهو، شوف انا واحد عندي 34 سنه، وواحد في سن كابتن حسن مستكاوي، انا قاعد بتفرج ايه ده؟ يعني ايه القعده دي؟ وايه الجيمز حتى اللي انت بتلعبها في البرنامج ده؟
ولا ما ينفعش تقعد تقول على لعيب بيستعبط وبيتمرقع وبيتدق، ما ينفعش، ما ينفعش. فتخيل اهو، شوف انا الراجل ده مش هقول قد والدي، كمان ممكن يكون قد جدي، وانا قاعد مش مائز من الطريقه اللي هو ازاي حد وتاني انت متخيل كل ده على واحد المفروض فعلا من القيم التقيله. يعني مش بقول لك الكومنتات دي على فاهم على الفولي ولا منتصر رفاعي ولا خالد الغندور ولا احمد عيد عبد انت متخيل ما بتوصل ان انت تبقى تتفرج على حسن المستكاوي وقاعد هو هي ايه طريقه الكلام دي بس. فهي دي الفكره. الاهلي عمل في برضو قصه تانية سريعه، فريق الهوكي بتاع الزمالك محدش اتكلم عنه ولا حد هيتكلم. فريق الهوكي بتاع الزمالك محجوز في كينيا، هو بالباسبورتات بتاعته بحاجته عشان ما دفعش فلوس الفندق. القصه سريعا سريعا سريعا، هم كانوا هيسافروا بطوله افريقيا، رئيس النادي قال لهم ما فيش فلوس، معيش فلوس مش هعرف اسفركم. فوزير الشباب والرياضه او وزير الزمالك بقى خلاص دفع 250,000 جنيه، قال لهم هدفع 250,000 جنيه عشان تسافروا البطوله وتروحوا. حلو، انت طبعا تاخدها عشان مصر وعشان فريق مصر، ده هوكي مبدئيا بس تمام، يعني هعدي الحته دي تمام ماشي، بيعملها عشان ده رايح يمثل مصر. ما انا بقول لك انت ساعتها بيبقى دول بيمثلوا مصر، بس احنا لا، احنا بنمثل نفسنا. المهم يعني، فاللعيبه طبعا عشان يلحقوا البطوله قالوا هيسافروا وخلاص من فلوسهم لحد ما الوزير يبعت لهم الفلوس. ورئيس نادي الزمالك تعهد ان اي مصاريف زياده خلاص هو هيدفعها. الفلوس خلصت هناك واللعيبه عليهم فلوس عليهم فلوس للفندق، والفندق حاجز عليهم، والوزير قال ان هيبعت بقيه فلوس حساب الفندق. طب هي الفلوس دي بقى دي فلوس الدوله ولا دي فلوس خاصه منه؟ عشان في كده حالتين فيه مشكله. ليه بقى في كده حالتين فيه مشكله؟ لو دي فلوس الدوله فتعالى بقى نفتح بقى موضوع اهدار مال عام. مش انا كل ما بجيب صفقه بتقعد تقول لي اهدار مال عام وارضيه التتش اللي قاعدين بيتكلموا فيها، ارضيه التتش دي هتتكلف كام وجات منين طيب دلوقتي ده مال عام، انت مالك ان لعيب نادي مش عايز فريق نادي مش عايز يصفره؟ يعني ده مش المنتخب، فانت معلكش اي مسؤوليه. يعني حتى مش هكلمك في الكلب مكيالين، لا خلينا في الكيس لوحدها، مش هفضل اقارن اقول لك لو الاهلي لو الاهلي لو الاهلي، انت مالكش مسؤوليه عليها. وخصوصا الجزء الاهم هو برضو ايه فين كل شويه هو حبه الزمالك معهوش فلوس وحبه معاه، يعني انا مش فاهم. يعني الاول كان معيش فلوس اقبض الموظفين وكانوا بيطلعوا الناس الغلابه تعيط عشان يقوموا الناس على ممدوح عباس. بعد كده اللعيبه تجدد لها، انت معاك ولا معاكش؟ دلوقتي معيش فلوس ادفع غرامات بس رحت اشتريت صفقات جديده، وبعد كده لا خلاص هدفع 8 مليون بس افتحوا القيد. فدي حاجه مش مفهومه. وما تقوليش رئيس النادي اللي بيدفع من جيبه ده، كنت انت بتقولها لي من شهرين وانت بتطبل له، بس دلوقتي المشجع الزملكاوي نفسه هو نفسه مش هيعرف يبيعها لان هو نفسه مش طايقه، فمش هقول لك لا والله ده والله بيصرف عليها من جيبه. فانت دلوقتي ده نادي اساسا احنا حتى مش عارفين ان هو معهوش فلوس، فانت بتوفر لهم، فدي حاجه انا مش فاهمها. الحاجه الثانيه ده لو من فلوس الدوله، لو من فلوسه الشخصيه، طب ما ده ما ينفعش، ده تضارب مصالح واضح. ان خلاص انت دلوقتي عندك في وزير موجود وهو بفلوسه الخاصه بيسبونسر نادي معين، فايه مش فانت يعني فانت مشتري حقوق رعايه في النادي. يعني حاجه في شركه اسمها شركه اشرف صبحي دي ايه دي راعي للزمالك، يعني هينزلوا تحت النيل ديفلوبمنت هيبقى مكتوب اشرف صبحي تحت؟ انا مش فاهم، يعني انت سبونسر للنادي ده؟ وهنا بقى لما تتكلم مع ناس في ده تفهم قد ايه والله العظيم احنا عندنا الناس اللي هم بيدعوا ان هم الصفوه وفاهمين، مش فاهمين اي حاجه. لان انا قلت الجمله دي اقسم بالله كنت في قاعده ما لا يقل عن 9 اشخاص، وعلى حظي التسعه كانوا زملكاويين كلهم قالوا نفس الحاجه. طب ما انتوا عندكم رجال اعمال بيدوكوا فلوس، بس هو مش فاهم بكلمه في وزير ماسك منصب في دوله دول دي رجال اعمال، وخدني تاني لحته فاهم وكاله الاهرام وياسين منصور. فهي دي الفكره. فلكن هم لسه برضه هتلاقي نغمه ان هم مقتنعين ان هم نادي الدوله وان هم بيتحاربوا. بص الاعلام عامل ازاي، بص الوزير بيعمل معاهم ايه، بص كل حاجه. حاجه برضه سريعه بس محتاجين نتاكد، يعني نتاكد منها ان احنا نلاقي مصادر. لكن كابتن هناء حمزه المحترمه السيده الفاضله اللي هي وليه امر وام وبنتها كانت موجوده في المكان، شافت والدتها وهي بتتف على لعيبه الطايره بتاعه الاهلي في الماتش اللي فات. هو الاهلي كان عنده السيدات كان عنده الجزيره تقريبا والزمالك كان عنده سبورتنج، بس هم خارجين ده داخل وده خارج، فتفت على اللعيبه. واخوها اللي هو خال اللعيبه مريم تطاول على الجهاز الفني بتاع الاهلي.
هو ده الوسط يعني. بص احنا فتحنا كام موضوع كده يعني. انا وانا بقفل اللايف افتكرت يا جماعه في تفافه صحيح، في واحده المفروض نائب رئيس اتحاد كره الطايره تفت على لعيبتك وهم داخلين. ده حاجه على الماشي كده قبل ما اقفل يعني، دي الاحداث بتاعتنا اللي هو بس قبل ما انسى يا جماعه لعيبتك اتف عليهم من هناء حمزه. دي قله الادب وده التطاول اللي احنا فيه، ومفيش اجراء، مفيش حد بيعمل حاجه، مفيش حد بيعمل حاجه. وانت الوسط ده مع احترامي واضح ان 90% منهم انا اسف جدا ما شافوش ربايه في بيوتهم. فلو انت ما ربطهمش بقوانين خلاص وما شافوش ربايه، دي مش شتيمه. ما هو انت دلوقتي في ناس هم اتربوا بطريقه معينه تخليهم يبقوا مش شايفين ان الحاجات دي غلط. حلو. فلو انت قانونا ما عاقبتهمش خلاص هو مش هيرضوا على الفعل ده. فهي لو هي السيدة الفاضلة كابتن هناء حمزة هي متعودة ان في طريقة تربيتها او في البيت لما كانوا بيتخانقوا مع بعض هي واخواتها كانوا بيتفوا على بعض وابوها ومامتها بيقولوا لهاش عيب. فانت لو ما حطيتش قانون يعاقبها على ده خلاص، فهي امبارحة دي هتفت على لعيبتك. نفس الحاجات اللي بنشوفها على قناة نادي الزمالك والناس الموجودين. في ناس منهم انا بقول لهم لا يا جماعة ده مش تهديد ومش سكريبت ومش فلوس، لا لا، انت لو قابلته بره انت هتلاقي في حياته هو بيتعامل كده. يعني في ناس انت عارف لو قابلته هو هيطلع فعلا فولجر، هو هيطلع فولجر كده، مش بيمثل. يعني مثلا واحد زي خالد الغندور، انا دايما بقول لكم ده الوحيد اللي مش سكريبت، لا هو كاره النادي الاهلي. هو ده لو لقيته قاعد مع اصحابه بره هتلاقيه بيتكلم بنفس الطريقه، ده مش محتاج يتوصل. واحد زي منتصر الرفاعي، منتصر الرفاعي ده انا رجعت كده، انا زي بحب اقعد ادعبس حاجه طريفه كده. رجعت مره لبوستاته في 2020 اول ما بدا يعمل صفحه. هقول لكم بس بوست واحده تعرفوا الناس دي. كان منزل في حكمه تونسيه كده، كان ساعتها كان اول حكم اتحكم في الدوري التونسي. منزل صوره ليها في مصيف في تونس وهي لابسه المايو، ويا رب وعدنا بحكمه زي دي عندنا في الدوري المصري. دول الاعلاميين دول قاعدين في قناه الزمالك. الفتره دي كانت قبل مرتضى منصور وقبل ما يشتغل في القناه وقبل اي حاجه. فده واحد من الناس ده متهدد؟ لا، هو ما شافش تربيه. واحد زي ده حد محفظه؟ لا، هي دي اخلاقه. ده في 2020 وهو لسه عامل الصفحه. اكبرها ازاي والله العظيم. ده لقيت البوم بوست كده، فوتو البوم 4 صور ليها جايبها بمايوهات حكمه في تونس عشان يرمي في ربنا وعدنا بواحده زي دي عندنا هنا. هي دي الناس. يعني شوف بقى كل البلاوي اللي فيهم ضيف عليها متحرش، حاجه زياده اهي. وطبعا بعقليه الناس دي تلاقي يا عم متحرش يا عم بيهزر ما تقفاش. من للاسف هو ده المجتمع عندنا. يعني هو اساسا هتلاقيه مش عارف ان ده يعني دي حاجه اسمها سايبر هراسمنت. ده في دوله بره اسمه سايبر سيكشوال هراسمنت. ده تحرش جنسي الكتروني. انت جايب صوره واحده ويعني وعارضها بالطريقه دي بتقول الجمل دي، بس انت بتتكلم ناس فاهم. فانت تيجي هنا بقى لسه فعلا انا هقول لك ده ما ينفعش يقول لي استعبط، وما ينفعش يقول كلمه غبي في التلفزيون، وما ينفعش يقول حمار، وما ينفعش. بص الناس دي بتعمل ايه بس. فانت بقى مش حاطط قوانين، فبالتالي دي اخلاقهم، دي تربيتهم. فهيبقى هو ده التصرف اللي هم بيعملوه ده، خلاص هي دي تصرفاتهم. ولذلك هتلاقي ناس كتيره جدا. يعني مثلا اقول لك على حاجه انا لاحظتها لما عملت الصفحه. انا الصفحه بتاعتي بقى لها 5 شهور مثلا، بس كتير قوي يعني مثلا حد زملكاوي داخل مثلا كاتب ايه، ما انتوا خليكم انتوا هتفضلوا خرفان واغبياء كده. فانا مثلا ارد عليه اقول له مثلا شكرا لاحترامك وللتطاول. كتير قوي والله العظيم الاقيه بيرد يقول لي على فكره ما شتمتكش. والله العظيم. يعني تلاقي كتير قوي الكومنتات اللي فيها انتوا خرفان، انت غبي، انتوا ناس بتشجع بظهرها، انتوا عيال مش فاهمه حاجه. لو قلت له مثلا شكرا على الشتيمه وشكرا على التطاول يا محترم يقول لك انا ما شتمتكش. فين ده؟ واحد منهم راح قال لي هي غبي وحمار دي بقت شتيمه. والله اصلا كتب لي كده. فهو مش مدرك، هو شايف، هو ما فهمش ان هو بيقول لي انتوا جماهير غبيه بتشجعوا بظهركم، وهو ما فهمش في فين الشتيمه في الموضوع. انا قلت لك غبي عادي، ايه المشكله بس. فهي دي للاسف دي مشكله في المجتمع عامه عشان ما نكبرش الموضوع. بس هو فبالتالي يعني خلاص انا بقول لك اهو. حسن المستكاوي امبارح على قناه اون تايم سبورت بيتكلم على هاني سليمان، بيقول بيتمرقع وبيستعبط. بس خلاص حسن المستكاوي سواء بقى كقيمه او سواء كسن او سواء ان دي المفروض من اكبر قناه رياضيه، فخلاص صباح الفل. فانا فعلا هنيجي نضيق ويقول ده منتصر الرفاعي على قناه الزمالك ما اعرفش الا الفولي على قناه الزمالك قال ايه. بس عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده يعني. ربنا يكرم ان شاء الله في ماتش اسوان وماتش سان داونز. ماتش سان داونز انت لو ضيعت فيه نقط هيبقى فعلا موقف سخيف. يبقى الموقف سخيف ويعني ربنا يكرم في افريقيا. لان انا طبعا كان ليا مخاوفي اللي انا كنت قلتها لكم قبل كده على طريقه لعب معينه انا كنت خايف منها ان احنا فيها في افريقيا، على لعيبه معينه
كنت خايف هتعمل ايه في ماتشات افريقيا دي، لان الماتشات مش هتبقى سهله. وزي ما قلت لكم تاني، الفرق الافريقيه في البطوله السنه دي كلهم مدعمين، كلهم اشتروا لعيبه كويسه. يعني لو هنتكلم مثلا على اكبر 8 فرق موجوده في افريقيا حاليا، للاسف انت اسوأ فريق فيهم كلهم عامل ميركاتو. ومش عامل ميركاتو ده بس، عامل الميركاتو اللي قبله. ان انا دايما هفضل اقول انت مش موسم الانتقالات ده بس اللي كان وحش، لا انت اللي قبله كمان كان وحش. انت قبله اعمل انت لسته ما بينك وبين نفسك، واكتب اخر 10 لعيبه جداد جم الاهلي، اخر 10 لعيبه، شوف انت كام واحد فيهم انت هتبقى مقتنع بيه، فهتكتشف ان هي مش الميركاتو ده بس، هو الميركاتو اللي قبله كمان بس. ف وممكن يبقى من الميركاتو اللي قبله. يعني احنا لما نرجع للميركاتو اللي فيه ميكيسوني والميركاتو اللي فيه بيرسي تاوي، فانت هتلاقي ان هو مش الميركاتو ده بس. انا زي ما قلت قبل كده، الحل اللي عندك دلوقتي ان انت صعد لعيبه صغيرين، لسبب بسيط جدا 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 جدا. في الاوقات العاديه طبعا بالنسبه لك اللي انا بقوله ده هبد، وانا واحد من الناس هقول لك عندك حق، ان مفيش حد في وسط ما افريقيا متلعبكه والفريق مش في حالته تطلع لعيبه صغيره هتبوظ الدنيا اكتر. لكن انا هسالها لك بطريقه تانية، انت خايف من ايه؟ يعني بمعنى اصح، مين اللعيب الصغير اللي انت لا اخاف اصعده لا يطلع اوحش من شريف؟ واحنا هنا مش بنقطع في اللعيبه والله، احنا بنتكلم بصراحه. طلعه، يعني ايه اللي ممكن يعمله اسوأ من شريف؟ لكن ممكن تكتسب غير بقى ان هو ينجحك، ان انت تجيب لعيب من وهو صغير، اللي هو بيحصل بقى في دول اللي بره كلها، ان لعيب يبقى عنده 17 18 سنه بياخد الاكسبيرينس بتاعت الفريق الاول. حاجه زي الباك الشمال، انت باك شمال ما عندكش بديل لمعلول، طلع لعيب وفي ماتشات دوري ريحه وخليه يلعب مكان معلول. اصل انت عاجلا ام اجلا معلول لازم يريح، دي ما فيهاش فصال، لازم يريح. ده انا كده ما بكلمكش عن اسوأ الظروف لو لا قدر الله جاله اصابه، انا بكلمك كاجهاد بس. انت واحد كل يومين هتلعب ماتش، فطلع لعيبه، طلع صانع العاب من تحت، لعيب صغير. هتقول لي يا عم مش ازاي ومش ازاي، هسالك نفس السؤال، هيعمل ايه؟ هيلعب اوحش من قفشه. والحاجه الاهم ان الثلاث صفقات اللي جم او اللي انا شايفهم كويسين، قندوزي، مروان عطيه، خالد عبد الفتاح، اتمنى ان احنا ما نحرقهمش، لان هنا بقى هيبقى ساعتها لا هي في مشكله بقى جهاز فني وفي مشكله اداره، ان هو لما جت لعيبه حلوه انت حرقتهم. يعني مروان عطيه الماتش اللي فات انا ما اعرفش ما لعبش ليه، والماتش اللي قبليه ما اعرفش ما لعبش ليه. القندوسي تمام خلاص انت نزلته، ممكن يكون عشان لسه جديد ما كنتش عايز تنزله من الاول، لكن اتمنى ان ما الاقيش بقى خلاص احنا بقى في طريقه لعب محفوظه ان ديانج وجنبيه حمدي والسوليه لما يرجع والناس التانيه كلها تنزل الشوط التاني. لا، انت عايز رايي، انت تبدا بحمدي ومروان عطيه والقندوسي، ده الثلاثه بتوعك اللي يبداوا. السوليه يرجع من الاصابه يقعد لهم احتياطي، ودي سنه الحياه يا جماعه، مش عيب والله. ما هو مش عيب، ما هو برضو انت عايز تفكر بشكل عاطفي ولا بشكل بروفيشنال؟ بشكل بروفيشنال. هو طبعا ما فيش حاجه اسمها ان لعيب قيمه وقامه وبنحبه فاحنا هنستنى لما هو يعتزل. السوليه طبعا بنحبه علينا وعلى راسنا وعمل كتير للاهلي، احنا عمرنا ما كنا جاحدين ولا بنبخس حق اي حد، بس خلاص ما انت برضو عندك صفقات وعندك ناس صغيره. يعني لو كده خلاص، طب انت بتجيب ناس في نص الملعب ليه؟ ديانج شوف له بيعه واستفيد بفلوسه، وديانج حلو ودبابه وكل حاجه يا عم، والله ما بننتقد، عشان في ناس بتزعل بقول لك دلوقتي بقى مين وحش. لا مش دلوقتي ولا وحش ولا حاجه خالص، بس ده طبيعي برضو، انت عارف ان هو عاجلا او اجلا برضو هيحترف، استفيد بفلوسه، العب بحمدي فتحي والعب بمروان عطيه والعب بالقندوسي. انت مش محتاج تلعب باتنين هاف ديفندرات، وخصوصا في ماتش زي الهلال، ده فريق ما لعبش ب 2 جنيه كوره. انا ليه اساسا نازل مأمن الهاف ديفندرات؟ ولا في فرقه في الدوري مع احترامي لكل فرق الدوري تستاهل ان انت تلعب باتنين هاف ديفندرات. العب بحمدي فتحي، مروان عطيه والقندوسي. مروان عطيه اما يلعب 8 او حتى 6 متقدم، والقندوسي يلعب 8 متقدم، او لو حتى 10، الاثنين دول كورتهم حلوه، هيعملوا زياده هجوميه حلوه. الاثنين دول بيشوطوا من بره وبيلعبوا برجلهم الاثنين، والاثنين دول بيعرفوا يفتحوا لعب، مش لعب قطري وخلاص. لا، هتلاقي القندوسي لو شفت له فيديوهات ومروان عطيه لو انت متابعه، من اللعيبه هما الاثنين اول ما بياخدوا الكوره بيبصوا على الجون، بيبصوا على الجون قدامهم، مين اللعيبه اللي بتتحرك يوزعوا كوره. فهيغنوك عن ان انت تبقى محتاج دلوقتي لعيب رقم 10 وتنزل قفشه ونفضل نلف حوالين نفسنا والنحله ويباصي للجنب ويباصي ورا. الاثنين دول ايجابيين على الجون، فاتمنى ان احنا ما نحرقش دول.
عشان ساعتها يبقى احنا بنهرج بقى. يعني لما احنا بنجيب صفقات وحشه ولما نجيب اتنين ومعاهم التالت خالد عبد الفتاح نقوم حارقينهم هم كمان. واحد زي كريستو، انا ما اعرفش كريستو ما بيلعبش ليه. يعني برضه سمعنا ان هو اصل هو عنده مشاكل في الانانيه. السلام عليكم احمد عبد القادر. احمد عبد القادر اناني. صباح الفل، ايه المشكله؟ ما بقولكش يلعب مكانه، بس يعني تقول لي مثلا كريستو سنه صغير، هسالك برضه، هفضل اسالك نفس السؤال، خايف تبدا بيه ليه؟ هيبقى اوحش من مين؟ بس خلينا نقول ان اللعيبه مش في فورمتها، عشان ما نقولش اللعيبه وحشه فالناس تقول لك عندنا ماتشات وانتوا بتكسروا في اللعيبه. لكن اللي انا عايز اقوله ان انت في المرحله دي جرب لعيبه، جرب كريستو، جربه في كذا مكان، مروان عطيه والقندوسي يلعبوا 8 و10، جربهم في حته ان هم يفتحوا اللعب، طلع باك شمال من الفريق الصغير، طلع مهاجم من الفريق الصغير. بس عشان ما اطولش عليك اكتر من كده، ان شاء الله نتكلم بعد ماتش اسوان. وانا كانت بس فكره الحلقه دي كلها غير على موضوع الهلال وعلى التناول الاعلامي، هي حاجه ممكن تبقى انتوا شايفينها هايفه اللي حصل في الحلقه امبارح ده اللي انا حكيت لكم عليه، بس انا بالنسبه لي السيرك اللي انا كنت بشوفه في الحلقه دي ده اللي خلاص بيبين لك الاعلام عامل ازاي لما تلاقي واحد بقيمه حسن المستكاوي وقيمه فتحي سند قاعدين بيتكلموا بالطريقه دي في حلقه عبثيه زي دي باستظراف زي ده. لكن هرجع واقول لك تاني، احنا في جزء غلط علينا، لان احنا لما كانت الحاجات دي بتحصل زمان، لما كانوا بيقعدوا مع مدحت شلبي على قناه مودرن سبورت ومدحت شلبي يقول النكت القبيحه وهم يقعدوا يضحكوا ويعملوا كده، كنا بنضحك. لما رضا عبد العال كان بيطلع مع ابراهيم فايق ويقعدوا يقولوا العبث اللي بيقولوه ده، كنا بنضحك. فللاسف احنا بالنسبه لنا شجعنا ده افيهات وده ضحك، بقت دي خلاص طريقه كلامهم، بقى دي طريقه تعاملهم مع اللعيبه، انه يطلع يتكلم على لعيب زي الهاني سليمان. بغض النظر انا ما بحبش الهاني سليمان وكل الاهلاويه مش بيحبوه، بس ما ينفعش ان انت تطلع تمثل واحد بيضيع وقت في حسن المستجاب، بيستعبط، بيتمرقع، بيتدلع، هو الهاني سليمان. وهرجع اقول لك تاني، لو لعيب عنده نخوه وكرامه غير الهاني سليمان، لا ممكن يعمل لك مشكله. يعني هي تطلع تقول عليها لعيب بيستعبط، دي شتيمه والله يا جماعه. احنا بس عشان لهجتنا للاسف وبقينا دي طريقه كلامنا وبقينا بنشوف التطاول، والله دي شتيمه. يا كابتن حسن مستكاوي حضرتك قد جدي حتى مش والدي، ما ينفعش تطلع تقول عليه ده لعيب بيستعبط وبيتمرقع. دي مش طريقه كلام لائقه في التلفزيون والله العظيم، دي مش طريقه كلام لائقه. يعني انا حتى لما بطلع انتقد لعيبه الاهلي بعد الهزيمه، انا والله ما بستخدم المصطلحات دي. يعني انا بقى اهلاويه كلنا منا في بعض، ومع 20 ما عنديش غير 20 واحد بس على الصفحه على قدي، ودي صفحه فيسبوك، ما بطلعش اقول كده. يعني ما بنسفش حتى على اللعيبه بالطريقه دي. فلما تيجي تبص تلاقي حسن مستكاوي بيتكلم كده، زي ما قلت لكم، فطبيعي يبقى منتصر الرفاعي هيشتم بالام، وهيبقى الفولي هيتريق، ما خلاص. فانت بس، فربنا يكرم ان شاء الله. نشوف بس الكومنتس. بالظبط. ما هو بص، يعني والله يا استاذ رمضان، وده اللي كنت بقوله في اول الحلقه، اول اللايف. حلقه ايه؟ ما انا كبرت الموضوع، ايه بقيت حاسس انها كمان اعلان. اول اللايف ان بص انا ما عنديش مشكله زي ما قلت لو عايز تناقش من الناحيتين، بس زي ما قلت في اول اللايف، هات مسؤول من الكاف برضو يوضح حته ان الجواب واصل لهم من يوم 15 12، العقوبه ما لهاش علاقه بماتش الاهلي. يوضح ان هم خدوا انذارين على ان الملعب بتاعهم مش بيتامن امنيا صح، مبعوت لهم انذارين. الجواب بتاع 15 12 ده كان تالت جواب، تالت جواب بيتبعت لهم، والانذارات بتتبعت كل 6 شهور. يعني انت بقالك سنه ونص الكاف بيكلمك في الموضوع ده، وغالبا دي حصلت بعد الماتش بتاع الاهلي برضو اللي كان هناك في السودان، لما اللعيبه خرجت بمدرعه جيش. وانا عشان كده برضو بستغرب يا جماعه الناس اللي هو، يا جماعه هدوا الدنيا بقى، بلاش فتنه يا عم، هدي الدنيا، احنا بنعمل فتنه ايه؟ انا في مرحله ما لعيبتي كانت طالعه مدرعات جيش. ومن احد الاسباب اللي كولر، من اللي فايلر سوري، من احد الاسباب اللي فايلر لما مشي قال انه مش حاسس بالامان، هو غير عشان كورونا وغير عشان عيلته، هو طلع في برنامج في بلده في سويسرا، وهحاول اجيب لكم الفيديو، اتكلم على ماتش السودان. انتوا كنتوا من احد الاسباب، غير ان انتوا عملتوا كده، ده انتوا ضرتوني كمان ان المدرب الاجنبي حس ان المنطقه دي لبش، وحس ان الماتشات في القاره دي لبش، وطلع في القاء وقال لك انا شفت الموت بعيني في السودان بسبب ماتش كوره، وعمري ما شفت حاجه زي دي في حياتي. فبرضه الناس اللي عمالين انتم افورين وخلاص ده ماتش كوره وما تعملوش فتنه، انا ما بعملش حاجه والله. انا كل مره بروح الاقي بيتعمل معايا كده، واي حد بيجي لي هنا بيتشال على كفوف الراحه. مفيش اي حد جه لعب ماتش هنا ولازم، وتلاقي الحركات بتاعتنا، وقفنا ومندوب ما اعرفش مين راح ملبسه البتاع الورد، والاهلي بيقوم مديلهم العلم ومديلهم الدرع. ده انت النهارده مدي علم ودرع لرئيس نادي اسوان. يعني حتى بص علاقتك الداخليه
عامله ازاي. فهتيجي خارجيا تقول لي تعصب ومش تعصب، انا ما بعملش حاجه لحد، انا ما بعملش حاجه لحد. بس ربنا يكرم، وهنتكلم بعد ماتش اسوان.